حياك الله كابتن نور صبري، نورتنا وشرفتنا بهذه المبادرة الإنسانية من مشاهير العراق ومشاهير العرب. اليوم شلون شفت هذه المبادرة الإنسانية دعما للأمراض السرطانية؟ الحقيقة هي فرصة طيبة أولا، لكن أريد أحيي الشباب، وهي رسالة لهم أيضا من خلالك. استغلوا يعني خلينا نقول استغلوا ناسكم، جمهوركم اللي عنده محتوى، استغلوه بشكل صحيح، لأنه أرجع وأعيد السوشيال ميديا بالعراق عانت من مرحلة انحدار، والآن عندنا جيل جاي جديد للساحة، والكل عنده تليفونات وعنده صفحات. يجب أنه ننقل رسالة جيدة جدا نظيفة واعي عن الشعب العراقي، وليس فقط عن كل شخص وعن محتوى، عن الشعب العراقي بشكل عام. لذلك المباراة أعتقد هي أول الغيث يعني حقيقة، لأنه الرسالة مالها سامية جدا كبيرة جدا، كيف أنه إحنا نعطي أمل لمحاربي السرطان، وأكيد راح يشوفون هذا الأمل، يشجعون أكثر أنه يدخل بمرحلة العلاج حتى يكون إنسان جيد مرتاح ما يعاني من أي مرض. لذلك هي يعني تحية أيضا وزارة الشباب، هذا لازم أنه نعطيهم لأنه شاركوا بشكل تحية، وكل الرعاة الداعمين بهذه المبادرة. شو نشوف بالمستقبل؟ هل هناك يصير تطورات بصدد هذا الموضوع إلى خارج العراق؟ إذا أكو تعاون حكومي، أعتقد، لأن تعرف أنت الحكومة دائما هي داعمة لما تكون هكذا مبادرات. وايضا حتى نتكلم حتى عن رجال الاعمال، احنا ليس ما نريد احنا بس بالمناسبات اللي يحب يظهر بها خلينا نقول المتبرع ندخل، لا، في بعض الاوقات انت تقدر انت تخلق المناسبه وتقدر من خلالها تدعمها. فلذلك هي رساله للجميع، كل من يكون متمكن اولا من حكومتنا الى رجال الاعمال، انه كيف انه تدعمون مثل هكذا مباراه، لان مهم جدا. نعم. سؤال خارج على هذا الإطار، دائما يتحدثون تصغر ما تكبر. والله هاي وجهة نظر الناس، كل ما في الأمور أنه أولا لأنه أنا يعني دائما تحت الضوء. كون الرياضي لو إيش؟ هو الرياضي هذه رسالته، أنه دائما أنت تظهر بجسم جيد وبشكل جيد، هذا مهم جدا. الأهم أنه أنت ما تدخن،